السلام عليكم. وقديش لي خاطري نجرب بنة تيراميسو بالبشكوتي اللي نديروه في الحوش. زياد جاب بنته فظيعة وتقرميشة تحفة. أول حاجة خديت الميزان من ديكاكيلا، عدلتها على الجرام وبديت نحسب في السكر، في 75 جرام بروحها و50 جرام بروحها. وبعدها حسبت الدقيق، وزي العادة حنستخدم ليبيكا متاع الحلويات. خديت 125 جرام من الدقيق وحطيت مكوناتي على جنب، وخديت المضرب الكهربائي من ديكاكيلا، حطيت الأبيض 3 دحيات ومعاها 75 جرام من السكر، وخليتهم يضربوا لين يتغير لونهم ويتضاعف حجمهم. وبعدها خديت صفار البيض ومعاها 50 جرام من السكر وكشيك من الفانيليا، ضربتهم شوية لكن لقيت السكر مش حيدوب، فخديت المضرب الكهربائي وضربتهم بيه كويس لين داب السكر. وبعدها بديت نضيف عليه في بياض البيض اللي ولا زي الغيمة بالتدريج وبالشوية باش الهواء متاعه ما يطلعش. وبالنسبة للناس اللي ما عندهمش ميزان حننزل لكم قداش كشيك بعد ما حسبتهم، ونبدأ تدريجيا ننزل في الدقيق. بالنسبة لدقيق ليبيكا للأمانة مش محتاجة تغربيل، وشوف الغربال كيف صافي، ولكن لأنني من بيش الهواء يطلع قلت باش نوزعه بشوية، وحطيتها في كيسة، وتقدروا حتى تحطوه في البوش، وفي ورقة زبدة وزعت عليه طريقة الأصابع الليدي فينجر، ومن فوق حطيت له سكر مرحي ودخلت الكوشة. نعاود في نفس الطريقة، طبعا الكوشة على درجة حرارة 180 لمدة من 10 ل 15 دقيقة. وهذا شكل النهائي. حنديروا بيه تيراميسو مع بعض في البارت الثاني.